تعلم أن هناك حديث نبوي يتكلم عن الحرب الجارية الآن بين إيران من جهة وبين أمريكا والمسلمين من جهة أخرى، لكي تعلموا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا وحي من الله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخطير. قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، والروم هي أوروبا وأمريكا. قال: فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، أي أنه سيقوم الروم والمسلمين بغزو هذا العدو. وكلمة عدو تدل على أنه كما أنه عدو للروم هو أيضا عدو للمسلمين، وهذا هو الواقع. وانظر ماذا فعلت إيران في الدول العربية، وماذا تفعل الآن في الخليج بحجة وجود قواعد أمريكية، مع أن القواعد الأمريكية موجودة في كل مكان. إشمعنى الخليج يعني؟ وكلمة تغزون تدل على أنه والله أعلم ربما يحصل اجتياح بري لإيران، وهذا مجرد احتمال. فكلمة تغزون ربما تكون تحمل معنى آخر مثل الاستهداف. قال: فتسلمون وتغنمون، وهذا دلالة على أن الحرب ستنتهي سريعا وسينتصر فيها الروم والمسلمين. ولا تظن أن الأحداث قد انتهت عند هذا الحد، بل ستتوسع دائرة الحرب بعد أن يتم القضاء على هذا العدو المشترك. وقال: ثم تنزلون بمرج ذي تلول، وهذا المكان يقع في سوريا بمدينة دابق والله أعلم. فيقوم رجل من الروم فيقول: غلب الصليب، فيقوم له رجل من المسلمين فيقتله، وحينها سيغدر الروم وستبدأ الملاحم الكبرى بين المسلمين والصليبيين، وستنتهي هذه الحرب بانتصار المسلمين بإذن الله. وبعدها سيخرج الدجال. يعني المحصلة أننا على أبواب النهاية والأحداث تتسارع، فعلينا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى سريعا، وأن نتوب إليه وأن نعود إلى صلاتنا وإلى ديننا، حتى لو جاءنا الموت في أي لحظة نكون مستعدين له بإذن الله سبحانه وتعالى.